هلا والله بعرف يا اخوان اني انا ضايع ومتاخر وبغيب، بس خلينا نبلش الفيلم لانه سريع سريع. عمك جيسون ستاثام قاعد في بار وعاش الدنيا، بشوف واحدة بتعجبه بحاول يدب عليها زناخة، بس بلاقي حبيبها جاي وقاعد معها. يزبط ويسكت؟ لا، بروح طيران بدخل وبكب زناخته كمان، بقول له معلم يعطيك العافية كيف حالك؟ ان شاء الله امورك تمام، انا جاي ارقص معها خاو دواوين وهيك بدي اكب زناختي عليك، انا زلمه كبيب بلا. بقول له اذا مروح من وجهي لقل هيبتك. بقول له انت تقل هيبتي وكنت بدك تقل هيبتي؟ ولك انت شعرك اصلا كله ملزق تلزيق يا شو انت اوعى 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 تقرب. كنت بدي ارقص معها بس عشانك. المهم الزلمه باخذ حبيبته بيطلع بيختصر بيلحقهم جيسون، هون بتكبس معه ابو قرعه، بقول له هي مطوله معك. ويا اخوان لاول مره بشوف جيسون ستيثم، ايش اسمه هو، جيسون بنضرب عشان اختصارا. بوكل قتله جيسون وبوقع على الارض، وحبيبته بتكيف انه ضرب، بقول له اوعى تقرب مره ثانيه عشان ما فرمكاش فرم. ولك انا بسموني زمان وانا صغير الفرامه. يعني بقول لك نمشي الدنيا ونسيبه ونروح لدكتور جالدي معه من كتر المرضى، بروح بفقع سيجارة برا هيك ملبورو أحمر ال دي خفيف، بلاقي وحدة مشلفطة على الأرض وقاعدة ماكلة هوا، بخدوها إسعاف مش عارف إيش، عناية مركزة. يا إخواني مكياج البنت مش مخلي مكان إنه ضرب ينام فيه، نسيبها برضه. تاني يوم عمك جيسون بيصحى مصحصح بعد القتل اللي مرتب اللي أكلها، وبصحصح والأمور تمام. ويا إخوان إذا بدنا نتعرف شوي بنعرف إنه جيسون عنده مكتب، زلمة معلم بطل ملاكمة 88 مرة على التوازي على العالم، خريج متخرج من الجيش وقوات خاصة وعنده مكتب. زلمة بيحمي الناس، يعني بيطلع بودي جارد مع فلان بودي جارد مع علان وباخذ مصاري، هيك قصته. وهذا ابو قرع عنده في المكتب والدنيا ماشي حلاوة. عشان يدخل عليه هذا الدك بنسميه هذا الدكتور، بدنا نسميه ابراهيم او الدكتور. الدكتور بيقول له معلم اسمع، انا زلمه بلعب بكثير رولينج وقمار، بدي حدا يساعدني، بدي حدا يضله وراي وجنبي ويحميني، لانه انا يعني بتعرض لكثير تهديدات وانا معي مصاري. فبدي اياك معلم كل قوتك وثقافتك والهيمنات تبعتك والتفجير تبعك، تحميني. بقول له خلص موافق. ايش امورك طيبه؟ بقول له طيب. واللي بدك اياه مصاري؟ بقول له انا مش تبع مصاري. بقول له لا اللي بدك اياه. بقول له جاهزين. ولما بيطلع جيسون يودع الدكتور بنلاقي مين؟ الاقرع اللي ضربه امبارح بكون اصلا متفق مع جيسون عشان يعمل هاي كل القصه قدام حبيبته، يعني يكسب بونت انه انا الزلمه الضريب الكسير. بقول يا اخوان جيسون ما بنضرب، جيسون بس بضرب، ما مالنا ما هو صحيح. شو بدك الطويل باخذ اللي فيه النصيب، بعد مصاري. بقول له يلا حبيبي سلم على الشهداء واغليها من هون لافقع وجهك. بقول له حبيبي والله انت خدمتني خدمه العمر. بقول له ماشي يا قرع يلا طير، على اساس انه هو مليان شعر. بروح لزلمته، عند مش زلمته، واحدة من صحباته طبعا عندها مطعم، بسكر فيه بشرب وباكل ليمون ومزة وبروح. نروح لمين؟ نروح على البيت اموره طيبين، نلاقي مين؟ نلاقي سوزي. مين هاي سوزي يا اخوان؟ سوزي البنت تاعت المستشفى اللي كانت ماكلة قتلة. بتيجي عنده بتقولها مين اللي مشلفتك هيك؟ بتقول له في واحد اخذني واغتصبني وضربني ودبحني وفجرني ولحم وجهي كفوف وما خلاش اشي في مكان. والمشكله وين؟ انا بس بعرف اسم الفندق اللي اخذني عليه، انا لا بعرف اسمه ولا بعرف انه، انا بدي اشتكي عليه على المخفر بس مش عارفه. طبعا جيسون يا اخوان بغلي انه يعني قاعده بتقول له هيك 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 صار معي، وهو بده يقول لها خلص سبيل الموضوع، انا بشوف الدنيا كيف. بتقول له لا انا ما بديش اضرك يا غالي، وانا بتعرف كيف هيك شغل النسوان، هذا العك تبع شغل النسوان. بقول له خلاص عندي الموضوع انا بدبر لك اياه. بقول له طب خذ $100. بتستفز. بقول لها اقلب وجهك كمان جايباها مجعلك، طب اكويها اقل ما فيها. بروح على الفندق اللي فيه هذا الزلمه اللي مش عارف اسمه، بيكون برضه طبعا المخرج بحط له صح يعني كل بيعرف في كل مكان في حدا. السمرة بقول لها على العافية في فلان 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 هيك شكله. بتقول له هذا يا ابو الغوالي اسمه داني، هذا مافيا ايطاليا، وكل اللي عنده زعران ودواوين وملكاش مصلحة يا ابو قرعة لانهم راح يفقعوا وجهك. فعندك نصيحتي اختصر واغليها وجيبها وسط وقول لزلمتك تختصر وخلص، اخلت اللي فيه النصيب وانبسطت وامورها تمام، اختصر على الكامل لانه ملكاش مصلحة مع راح يفقع وجهك، راح يعلقك. برن على زلمته بقول لها اسمع يا سوزي هاي قصته واحد اثنين ثلاثة أربعة. بتقول له انت كذاب، انت ما بدك تساعدني، انت بتعرف اسمه بس ما بدك تساعدني. برجع بقول لها اسمعي بدي اي معلومه. بتقول له في واحد صاحبه اسمه ابراهيم، انا هذا اللي بعرفه مالتي مليونير وكتير صاحبه. بقول لها انا شو بدي استفيد من ابراهيم؟ وصاحبيته طبعا لما ترن عليه بتبهدله انه يعني انت بدكاش تساعدني. هنا جيسون بقول لها خلينا نهدى شوي ونشوف شو الدنيا، نسيب الموضوع ماشي ونروح لمين؟ للدك اللي بكون بيطلع معه جيسون، بتكون الامور طيبه من مالها ليلي لمالها ليلي، من قمار لقمار، وهو لف وراه. انت هاي شغلتك بدي قارد معاي وما عليك في الباقي، اترك الباقي علي. وبلش ياخده وبلش يتعلم ويتصرف ويشوف شو الدنيا. طبعا جيسون يا اخوان مش قليل، بس ملوش على القصص هاي، ملوش بالشمال، هو شغل خمرة وضرب بس، ملوش في القصص التانية. زلمة لا زلمة محترم ملتزم يعني صاحب دين، ما هو الصحيح. المهم برجع لصاحبي للبيت بلاقي مين؟ سوزي. بتقول له اسمع انت كذاب. بقول لها انت اللي كذابه، انا جبت لك اسمه، هي اسمه داني، روحي اشكي عليه. بس انت ما بدك تشكي عليه، انت بدك اياني انا اخذ لك حقك. بتقول له انا بدي اياك انت تاخذ حقي، انا ياما مقدمت لك وانا صاحبيتك، روح خذ حقي، لانه انت اذا ما كنت ما اخذتش حقي بتكونش زلمه. بقول لها انا مش زلمه، فرجيك الهويه اني زلمه.
المهم بتجلد معه جيسون انه كيف تحكي له هيك، وبروح طيران عمين معلم على داني. على العافية شباب، بقول له هلا، بقول له انا بدي اشوف داني، انا من طرف ابراهيم صاحبه. بقول له انت من طرف ابراهيم؟ بقول له انا من طرف ابراهيم. بقول له اقلب وجهك، ما فيش عندنا حدا بالاسم هذا، ما بزبط تقابله. بقول له يا زلمه انا بقول لك انا من طرف ابراهيم. معلمك داني اذا عرف انه انا من طرف ابراهيم راح يزعل. طبعا هو ما بيعرف مين ابراهيم، بس بده اي كلمه يدخل فيها عند داني. لما يدخل البودي جارد ويعرف يوصل لداني انه هو بيسال عن من طرف ابراهيم، بخف عقله. بقول له يا زلمه انت حمار، روح جيبه، روح جيبه، دخله. بفتشوه، بدخل بقول لهم شباب انت عملت هيك في صاحبتي سوزي؟ بقول له اه، وشكلي راح اعمل فيك هيك. يفضل انك انت تغليها من هون عشان انا موزع يعني ممكن افرطك هون، برايز وشلونه، اختصر واطلع. بقول له حاضر انا بدي اطلع. بقول له شو رايك تاخذ 50,000؟ بيجي بده ياخذ 50,000. بقول له لا، هذا المسدس بدي احطه في ذانك اذا انت بتطلعش من هون، لانه انا ما حد بيدخل علي وبداون علي، لانه انا زلمه دواوين قديم وكل جسمي مدقدق. هيني بقول لك ما لهمش دخل، بس انه يعني شو بدك بتطولي معلم. بقول له يلا يلا لملم حالك واعضائك وغليها من هون. ببلش جيسون يطلع على الشباب يمين بشمال كم واحد ويعد فيهم، عشان الشباب هسه بدهم يصيروا عبارة عن بيض يعني سنيورة ولبني هيك على الخفيف. بيطلع كل شيء، ما معه مسدس بالفيزا جارد يا اخوان، بيفجع وجههم، طلع نافورة الدم اللي بتفجر الدنيا. وبيجي لداني بشمطه واحدة، بنزل بوقع الشارب اللي على اليمين فبميل، لانه الشارب اللي على الشمال بكون اثقل. وبروح معلم بعد ما يربطهم ويربط داني، بجيب سوزي بقول لها يلا ادخلي خدي حقك. وبالفعل سوزي بتفوت بتعمل العجايب. بس يا اخوان شغل تشفير، احنا قناة محافظة الله يرضى عليكم. باخذوا المصاري بعد ما يعلموا عليه، باخذوا منه بسرقوا منه المصاري، بينزلوا تحت بتقاسموا المصاري، وبتفقوا انه كل واحد يسافر، لانه داني حيفقع وجههم اذا بلقط حدا منهم، يعني رسمي الموضوع. فكل واحد يبو الغوالي ياخذ مصاري ويغليها. جيسون شو بيعمل؟ بروح بمسك مصاريه ابو الغوالي، بروح بده يلعب يجرب زي كيف الدكتور اللي كان معه، يعني انه على اساس يتعلم منه شويه. ببلش يبى يلعب ويخسر، يلعب ويخسر، يلعب ويخسر. ولك داني مين داني؟ ولك جيسون؟ ولك روق حالك وخذ مصاريك واغليها. لا بدي العب واخسر. لحد ما تكبس معه وضل معه بضلش معه غير شويه مصاري. بروح للدكتور بقول له معلم انت كيف تلعب؟ انا بدي اعرف كيف تلعب، هسه بدك تقول لي كيف تلعب. بقول له افهم علي، انا بزبط لك الدنيا وانا بعطيك كم من تريك تلعبهم، بخليك تلم مصاري خير الله. بقول له اكيد. ببحلق عينيه هيك، بقول له انا بدي بس نص مليون دولار. اساس الزلمه هيك يعني مش طالب نص مليون، والله بالفعل بعطيه كم من تريك. وجيسون ببلش يدعس يا اخوان، الألف الأولى، الثانية، العشرة، ال20,000، ال25,000، ال30,000، ونازل يدعس بالربح لما يلم يا أبو الغوالي نص مليون عدا ونقدا من الربح. يعني بجيب حلمه وزيادة. أمورك تمام يا غالي، ناخذ المصاري نروح عند الزلمة تبع اللي بفك الغلة بقلب الدنيا، بقول له إيش أمورك تمام، يلا خذ المصاري فكهم وسافر على أقرب طيارة إن شاء الله تطلع على الويبدة اطلع. بيجي بده يحاسب، بيجي الشيطان بنخره على اساس انه كان يعملوا حلال اول. بقول له شو رايك نخلي النص مليون مليون يا ابو الغوالي؟ ولك ابليس ابعد عني. الدكتور بقول له ولك انت معك نص مليون ليش بدك تجازف؟ بقول له ابعد عني انا بدي اجيب المليون. هسه ضربت في راسي، مخه تنح، مخه زباله. يعني بحلق هيك وبتيس معه، ولك اهدى على حالك، معك مليون، معك نص مليون. بروح براهن على كل اللي معه عشان تيجي بنت هيك شوية مكياج ميك اب خفيف بلرتين ونص، بتقول له يلا معلم سلم على الشهداء اللي معك. وبيخسر كل اشي مرة واحدة، بيخسر كل اشي. طبعا يا اخوان بديش اقول لكم كمية الدمار، انا لما بطلع بسرفيس بكون الاجار 40 قرش، بقول لي نص دينار عشان بعد الساعة 10 بخف عقلي. فما بالك نص مليون؟ بضل يسكر ويكسر في الدنيا. انطرم الزلمة، خف عقله رسمي من اللي صار معه. تخيل نص مليون بثلاث ثواني وربع يطيروا. المهم يا ابو الغوالي، ولما يجي الدكتور يقعد معه بقول له معلم اسمع، انا زلمه، انا مهندس برمجيات ودارس ومتعلم وانا مالتي مليونير، وانا كل قصتي مش عشان انه والله اجيبك بودي جارد، انا بدي اتعلم منك كل شيء، بدي اتعلم الزعرنه يا غالي، بدي اتعلم كيف اكون دواوين وازعر. بقول له بس عشان هيك؟ بقول له اه صراحة استفدت منك كثير، ولك انت زلمة قد حالك وزيادة يا فخم، والله شكرا كثير للقرعة اللي انت لابسها. بقول له انا زعلان منك، تحكيش معي مرة ثانية، هيني بقول لك. المهم بتصافوا بالحكي، الامور تمام. جيسون بكون رايح على الخمارة يسكر ويسمع يعني كتاب حزين وخسرت كل المجروحين ومش عارف ايش. بيجوا عليه كم من شاب من الشباب بكبوا زناختهم، ببلش يضرب معلم، بس العدد بيكون في الخمارة كبير. في النايت كلاب في النايت كلاب بيكون العدد كبير. بضرب بس جيش بيطلع لحد ما يثبتوا يربطوا، يقولوا له معلم يعطيك العافية، كسرت أصابع بما فيه الكفاية، فقعت طواحين بما فيه الكفاية، 600 مسدس على وجهك، احمل حالك. بربطوا بسحبوه. احذر وين بدهم ياخذوه. ذاكرين اللي انتحل اسمه وقال لك انا من طرف ابراهيم؟ بقول له حبيبي انا ابراهيم اللي اخذت اسمي، انا صاحبه لداني. بقول له هلا بالشيخ ابراهيم. بقول له كيف حالك؟ بقول له تمام. بقول له يا زلمه انت ضاربه وطخ عليه؟ بقول له لا انا ما طخيت عليه، احنا ردة فعل. انا ضربته بايدي وشمطته بالاي تي ام، حتى طلع على وجهه الشمال بتلاقي ثلاث اربع ارقام من الاي تي ام تبعتي ملزقه في عينه.
بقول له احنا بدنا نواجهكم ببعض يا ابو الغوالي ونشوف مين السدم الكذاب. بس اسمع جيسون، اذا طلعت كذاب يعفو الله شو راح اعمل فيك؟ مش ضل في شعر، راح اعلقك منه، هدول الجوانب راح اعلقك منهم. ببلشوا يدافعوا عن بعض. بقول له اسمع، انت عملت واحد اثنين ثلاث اربعة في سوزي وضربتها واغتصبتها ولا لا؟ انا ردة فعل، هاي صاحبتي. مين قال لك هيك؟ قال له انت قلت لي مسدس، هاي شراطيفك عليهم ارقام الاي تي ام. ولك داني ليش بتكذب علي؟ ببلش ابراهيم يعرف انه القصة فيها ايش، فيها لعوبة، وانه جيسون صادق، وانه داني بتخوث وبس بده انه ينتقم منه، انه كيف علم عليه. جيسون هون بيقدر يدافع عن حاله صح يا فخم، ويخبط على وجهه لداني. داني ببطل يعرف شو بده يحكي، وخصوصا انه ابراهيم زلمه تقالي مافيا. وهون بيخلص الحكي، بيقول له اسمع داني، اختصره، انت غلطان، وانت اقلب وجهك روح يا جيسون والله يسهل امرك. وهو رايح جيسون بيقول له اسمع، حاول اغليها من البلد لانه داني ما راح يتركك، انا مش راح اقدر احميك. بقول له نافش ريشك على ايش؟ مش فاهم ايش نافش ريشك انت معناته. جيسون قاعد في هالحانه، يعني حانه هي الخماره، وبند بحظه بيجي الدك بيسحب ال ايش اسمه هو الكرسي، وبقعد جنبه. بقول له اسمع معلم، انا حطيت لك $500,000 حسابك في البنك، هدول هدية مني إلك عشان انت ساعدتني وخليتني استفيد منك كثير. انا ما بعرف ايش استفاد منه، بس المهم هذا شكله معه مصاري كثير بعطي. وبقول له حجزت لك على طيارة على جزيرة، اغليها وجيبها وسط. بقول له يا خوفي ما الحق، الشباب وراي. وبلاقي جماعة داني وراه. الشباب يا فخم بكونوا جايين يا قاتل يا مقتول، ومعهم اصلا داني، بيجتمعوا عشان الدك تضرب في راسه انه يبلش يصرخ ويعمل يعني شغلات غبية يلفت انتباههم. جيسون بغليها وبجيبها وسط، بيلحقوه بكون ايش معلم، متخبي هيك في مكان وقاعد بسمع فيهم. وبضل متخبي لحد ما داني يقول هذا مش زلمة، لو زلمة بنزل بواجهني اذا انت سمعني. بقول له انا مش زلمة والله، لا انزل افقع وجوهكم. يا اخوان بنزل، اسمع، بضرب على المناطق العصبية الحساسة. اي منطقة فيها عظمة عضلة بكسر، بضرب بكسر، قلب فيها جتلي على الخفيف، شوي من بروسلي، ما بعرف كيف عامل المخرج هاي القصة. بطبشهم كلهم يا اخوان. حتى داني بفقع وجهه، في اشياء بتصير قلي وفي اشياء بتصير سلق، ما بيخلي حدا من شره. براس بضرب، برجليه ماشي، برجله ماشي، يا نهار ابيض، مورجان ومش عارف جماعة عادل امام. المهم بوصل بمسك داني بقعده على الارض، بقول له اسمع، عمره حدا حط بتاعت المسدس المخزن في دانك؟ بقول له لا. بقول له طب هيا في زورك. بشمطه اياها، بوقعه، بصير ينوفر دم وبموت. يعني كيف بدي اقول لك، موت زفت مغلي. عشان الدك يقول له معلم، انا زي ما قلت لك هاي $500,000، خد السيارة هاي واغليها، بديش اشوف وجهك. بقول له انا بدي اروح اسافر، بس بدي اقول لك شغلة. بقول له قول لي. بقول له لا ترجع تحلق لحيتك هيك يا زلمة، سوالفك طوال وشكلك مقرف، خلص روح من هون، انا اصلا غلطان اللي انا تعرفت عليك. وبحمل حاله وبضل غليها. وهيك بيخلص الفيلم يا فخمين.